يقول كنت مصاحب لي راقي ودائما أحضر عنده. أنا من الناس اللي يعاونون هالراقي. تعرفون بعض الأحيان الرقاة يحتاجون أحد يمسك المريض، خصوصا إذا كان فيه مس ولا كان فيه سحر ولا كذا وهو يقرأ عليه. تعرفون يتفلت وممكن يعني يبدأ يتكلم ويبدأ ممكن يأذي نفسه أو يأذي الآخرين، فهم يمسكونه. يقول أنا كنت من ضمن هذوله اللي موجودين مع الشيخ، فاستمراري معه شفت الشغلة ما هي بصعبة. يعني الرقية الشرعية ما هي بصعبة. صحيح إني شفت أشياء مرعبة وأشياء مخيفة، وسمعت أصواتهم وهم يتكلمون، وسمعت الشيخ وهو يحاورهم وهو يطلعهم، لكني تعلمت. وأنا الحمد لله رب العالمين أحفظ شيء من القرآن الكريم، أحفظ الرقية الشرعية من الكتاب والسنة. فقلت يا أخي ليش أنا ما أكون راقي، أنفع المسلمين وأنفع نفسي. يعني ممكن أن أحد يعني يعطيني حاجة تساهم في تحسين حياتي، ومنها الهدف الأول هو منفعة الناس. يقول يوم من الأيام بعد ما تبنيت القضية خلاص وأنا الآن راقي، يقول جاني اتصال الساعة 2:30 بالليل من واحد أنا عارفه من الشباب. السلام عليكم. وعليكم السلام. خالد شلونك، عساك طيب؟ قلت الحمد لله الله يحييك يا فلان. قال يا أخي الله يخليك الحقنا. يقول قلت ايش فيك عسى ما شر؟ قال يا أخي أخوي جانا ومتغير وحالته حالة وعيونه حمراء وجالس يزبد ويرعد وما بقى شيء ما كسره، وأخوه يتميز بأنه أعطي بسطة في الجسم، يعني جسمه كذا. يقول قلت له أبشر أبشر أبشر، جايك في الطريق. يقول لبست ملابسي وضبطت أموري وانطلقت. يقول وصلت بيت خويي، دخلت عليهم وإذا فعلا التلفزيون مكسور والأثاث ملخبط ومعجون البيت كله. يقول وراء أخوانه موجودين وناس من الحارة موجودين. يقول قلت ايش فيه عسى ما شر؟ قال يا أخي متفلت علينا وحالته حالة جابك الله تقرأ عليه. قال لي بإذن الله الأمر سهل، بس علمني. يعني هو مصارخ في الحمام، هو كاب له موية حارة، هو مسوي شيء معين، صار شيء معين معه. قال لا والله لا صار معه شيء ولا نذكر شيء، فجأة كذا تغير علينا. طيب وين هو؟ قال شوفه في الغرفة ذي. دخل وصك الباب وما غير يزبد ويرعد. ولا فعلا يقول الأخ خالد يقول أسمع صوته. يقول المهم التفت عليهم قلت يا جماعة الخير أبغى 3 منكم يدخلون معي عشان يمسكون أهلي. يقول طلعوا فيني ساكتين. قلت يا جماعة أبغى 3 يدخلون معي عشان يمسكونه، ساكتين. يقول قال لي أخوه خلاص أنا أدخل. خايفين هم طبعا. قال أنا أدخل معك، أنا أدخل معك. يقول قلت يلا سمينا بسم الله. يقول أنا إيش حط في بالي بسوي مثل ما يسوي الراقي اللي كنت أحضر عنده، الراقي عادل خويي. يقول إذا كان في أحد متفلت ولا شيء يخط خط كذا ويبدأ يقرأ آية الكرسي والمعوذات، فما يستطيع الشخص المتلبس بالجن إنه يدخل على المكان. يقول المهم قلت لأخوه يلا دخلنا. يقول دخلنا. يقول يوم دخلنا صكينا الباب وناظر ولا الرجال جسم ومعه لوح خشب ماسكه ويطالع فينا. يقول أنا طالعت فيه كذا قلت له ابعد لا أحرقك، ابعد لا أحرقك. يقول يطالع فيني كذا معصب. يقول أخوه انحاش وصك الباب. يقول وأنا خطيت خط وبديت أقرأ آية الكرسي وأقول له ابعد لا أحرقك. يقول دخل علي باللوح وهاتك يا ضرب وهاتك يا جلد، وأنا أصارخ وأقول له ابعد لا أحرقك، وهو الرجال متوطيني وجالس يجلد فيني وأنا أقول له ابعد لا أحرقك ابعد، وأنادي عليهم يا جماعة ساعدوني يا جماعة. يقول المهم غمضت عيوني ما استفقت إلا وأنا في المستشفى.
يدين الثنتين مكسورات وواحدة من رجليني مكسورة، وما في مكان ما انشلخت فيه وما في دم ما نزف مني. بعدين وش طلع الموضوع يا جماعة الخير؟ طلع الرجال شارب مخدرات، الرجال شارب حاجة ضارب المخ عنده، حبوب مغشوشة وحالة. ترى المخدرات يا جماعة الخير بعد الآن زود على فيها بلاء، مغشوشة مضروبة تضرب المخ على طول. فالرجال هذا شارب أشياء ضاربة مخه، والأخ ذا يظن أن الموضوع جن ومس وكذا. يقول المهم طلع الرجال مخدرات وخذوه ودخلوه مصحة وحالتهم حالة. المهم يقول من عقبها لا رقية ولا ما رقية. الموضوع يا جماعة الخير ما هو من هب ودب يدخل هذا المجال، الموضوع يحتاج تشخيص في البدايات. هذول ناس خطيرين، بس كذا أي أحد يجيك ولا أي أحد يصارخ ولا أي أحد عنده مشكلة رقية ومس وسحر، لا يا عزيزي، المسألة أكبر من كذا، لازم ننتبه.